ايه مالك يا صلاح؟ سرحان في ايه؟ اسكت عني، اسكت اسكت يا حسين، انا هتجنن. يا حفيظ، من مين؟ هو في غيرها؟ مراتي يا حسين، مراتي مصيبتي. مالها؟ عملت ايه؟ يا ريتها عملت حاجة كنت ارتاح. غريبة، امال ايه اللي تعبك منها؟ اللي تعبني جمالها، تصدق دي جمال مراتي مصدر عكننة ليا باستمرار. لا ده انت قربت تتجنن صحيح. ايه المنطق المعكوس ده؟ طيب يا ريت اختك فوزية جميلة بالشكل ده كنت ابقى اسعد زوج في الدنيا. كمان انت راخر بتقول على مراتي جميلة؟ طبعا يا اخي، هو انا ملياش عينين؟ يا دي المصيبة، ما هو ده اللي مجنني. كل الناس شايفينها جميلة. ان كان واحد من جيراننا قاعد في البلكون وقام علشان يدخل اوضته وبص في مراتي من الشباك يقعد تاني وما يقومش. بلاش سوء ظن يا اخي، يمكن مش قاصد. مش قاصد ازاي؟ مش قاصد مين؟ هو انا عبيط؟ تصور نركب الاتوبيس تقوم ما تلاقيش كراسي فاضية، تبص تلاقي 3 4 قاموا مرة واحدة وكل واحد يقوم يقدم الكرسي بتاعه. نزوق كتر خيرهم. في الساعة دي ابقى اشاور عقلي اذكرهم ولا اضرب كل واحد قلم واخدها وانزل. عشان ايه ده كله؟ علشان عارف انهم بيقوموا لجمالها مش لادبهم، وبتهيألي ان كل واحد من الركاب هيتمحك في محطتين زيادة ويبقى يرجعهم ماشي. مش للدرجات دي يا اخي، الله بلاش مبالغه. امال تصور ندخل محل نشتري منه حاجة، البياع يسيب الزباين اللي قدامه ويجي جري علشان يبيع لنا احنا. عظيم، احترامات وتحيات في كل حتة. حد لاقي كده؟ احترامات ايه وتحيات ايه؟ دي حاجة تطير العقل. بقى ما فيش حد قال لها كلمة كده ولا كده، لفت نظرها بحاجة كده ولا كده. كل الناس اللي حوالينا يعني مؤدبين قوي. مش معقول، لاني لازم برضو او جايز اخي يعني اعمل ايه؟ بس اعمل ايه؟ سيبك من الكلام الفارغ ده كله. المهم مراتك نفسها، لاحظت عليها حاجة؟ ابدا يا حسين، نفسي الاحظ حاجة بس علشان اقطع خبرها وارتاح. حاجة غريبة قوي. انت لازم قابلت فتحي. فتحي مين؟ فتحي عبد السلام يا اخي، اللي شفته مرة هنا وعرفتكم ببعض. افتكرت. ماله ده؟ حقك تروح تقابله وتدوروا انتوا الاتنين على 5 6 زيكم تفتحوا لكم مستشفى. مين؟ ليه؟ ماله راخ؟ اهو زيك تمام، بس صاحبنا دوكها كون رأي وعاوز يبرهن عليه. يبرهن عليه ازاي؟ ده عاملة سخيفة، عايز يعمل زي الحواديت اللي كنا بنسمعها زمان، يقول انه مسافر كام يوم في شغلانة كده ويرجع في نفس الليلة يفاجئ مراته. فكرة حلوة قوي. فيفي، الله راحت فين؟ فيفي. ايوه يا صلاح، مالك بتزعق كده ليه؟ انت كنت فين؟ كنت في المطبخ. خضتيني يا شيخة، افتكرتك خرجتي. خرجت؟ وانا بخرج من غير ما اقولك؟ ايوه عندك حق، لكن صحيح انت ما بتخرجيش من غير ما تقولي لي. انت جرى لعقلك ايه؟ ازاي تقول كده؟ لا مؤاخذة يا حبيبتي، اصلي تعبان ومتعكنن. ليه؟ انا مسافر. رايح فين؟ اسكندرية. ليه؟ الشركة بعتني علشان استلم ايه؟ استلم واحد. تستلم واحد؟ استقبل واحد عميل للشركة جاي من ايطاليا. وامتى السفر ده؟ بكرة السفر، وهقعد هناك قد 2 3. وهتسيبني لوحدي 2 3؟ ايه هتتضايقي؟ طبعا هتوحشني، عمرك ما سبتني لوحدي وسافرت. يعني صحيح هوحشك؟ هتتضايقي من غيري؟ الله، جرى لك ايه النهارده؟ ايه الاسئله دي؟ لا ولا حاجة، بس انا فكري يعني انك ما تتضايقيش. قصدي يعني انك تنتهزي فرصة غيابي وايه؟ وتروحي تزوري مامتك واختك. والله فكرة ايه؟ اني انتهز فرصة غيابك وايه؟ لا مش هتقعد لوحدك. ايه رأيك لو تيجي معايا؟ مفيش مانع، بس ايه؟ قولي، اتكلمي. مفيش لزوم. طبعا مفيش لزوم. يعني مش عاوزة تيجي معايا؟ عاوزة تستني هنا لوحدك مش كده؟ مصاريف على الفاضي. انت هتدفعي حاجة من جيبك؟ مصاريف. مين اللي هيدفع المصاريف؟ انا ولا انت طبعا. خلاص ادفع لي انا. اللي يعجبك. امرك. امري يعني هتيجي غصب عنك مش كده؟ ابدا،
اجي مادام انت عاوز. لا ما تجيش. بلاش يعني ايه؟ بلاش يعني ايه؟ عاوزه تقعد لوحدك؟ انت هتجنني. ان قلت لك اجي ماني عاجبه، وان قلت لك ما جيش ماني عاجبه. لا خلاص ما تجيش، خليكي. جهزي لي الشنطه عشان هسافر بكره الصبح بدري. وسافر فجأة كده؟ سافر النهارده الصبح. اما اخويا صلاح ده غريب بشكل، كان عندنا امبارح وما قالش انه مسافر. لازم عرف بعد ما سابكم. فوزية، ها؟ وحياة ابوك عايزاكي تيجي معايا اليومين دول اللي هيغيبهم صلاح. هيغيبهم فين يا ترى؟ سافر اسكندرية النهارده وهيرجع بعد يومين، وكانت بتقولي علشان اروح اقعد معاها اونسها لحد ما يرجع. بكل سرور. كتر خيرك يا سي حسين. يلا البسي يا فوزية علشان نروح في النور. ساتر يا فوزية. ايه مالك يا فيفي؟ البيت من غير راجل وحش قوي. بس عشان اول مرة اخويا يسيبك ويسافر. افتح الراديو يا فوزية، خليه يونسنا. اهلا وسهلا في صلاح. الحمد لله على السلامة. لك اسكت. ليه؟ في ايه؟ الدنيا ليل والناس نايمين، لازم تزعق كده. نايمين ايه؟ الليلة ام كلثوم سهرانة والناس كلها بتسمع. تصبح على خير. انت من اهله. يا رب يا رب اطلع غلطان. يا خبر، دي لسه صاحية. النور مولع. الله، دي الساعة 12. صاحية ليه دي؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. يا ترى لوحدها ولا؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. فوزية، ايه ده؟ انت سامع حاجة؟ لا. طب اقفل الراديو. ايه، في حاجة؟ سامع صوت رجلين قدام باب الشقة. يا خرابي، يطلع ايه ده؟ لازم حرامي عارف ان جوزي مش هنا وعاوز يسرقنا. وبعدين يا فيفي انت خوفتيني. سامع؟ فتح الباب، انا هصرخ بعدين يخش علينا يموتنا. امال هنعمل ايه؟ اسمعي، انا عندي فكرة. نعمل كأن معانا راجل علشان الحرامي يخاف ويمشي، وانت هتعرفي تعملي راجل. ما تخافيش بس شوفي. يا سلام يا فيفي، قد ايه انا سعيد الليلة دي. انت حلوة قوي، حلوة خالص. يا نفوخي. اللي هيروح يا ناس، اللي حسبته لقيته. انت انستنا الليلة دي قوي. انا سهرت كتير قوي معاكي، لازم انزل بقى. لا ارجوك خليك مأنسنا شوية. يا خينا. انا هخلي عزرائيل يأنسك دلوقتي. اعمل ايه يا اخواتي؟ اهجم عليهم واضرب في زمارة رقبتهم. انا هدخل عليهم واقتلهم. اسمعي، نعمل ان معانا اكتر من راجل علشان يخافوا يرجعوا عننا. انا خايفة احسن يكسروا علينا الباب. نبقى نصوت. استني عليا، استني. اسمعي يا فيفي، روحي صحي اخينا ده اللي نايم جوه. اللي قوليلي هو اسمه ايه؟ انا عارفة بقى. ايه النوم ده؟ اندهيله. عايزين نخليها سهرة للصبح. انا مش هنام ابدا. دي ليلة عظيمة. ليلة هايلة. الليلة زي وشك. سامع يا حسين. استنى بس. نوم ايه بقى؟ هو فيه نوم الليلة دي؟ اسنديني يا اختي، اسنديني. ركبي سايبة خالص. شد حيلك امال، كملي احسن يطمعوا فينا. يا وقعت يعني صوتي هيتنبح وانكشف. يا سلام، ما احلى السهر يا فيفي، ما احلى السهر يا فيفي. سمعت بودنك يا حسين؟ كفاية يا صلاح، الدم طلع في عيني هيعميني. الراجل التاني يبقى غريمي انا. اديني فرصة اقتله بايدي. معايا يا صلاح نكسر الباب بضربة. ايوه. هي موتة ولا اتنين؟ ربنا معانا.
هيلا هوب. كل واحد واقف عنده. يا ماما الحقيقة يا فوزية صوتي بقى. اي صوت هنضرب بالنار على طول. الله انتوا ايه؟ انتوا مين؟ حسين صلاح الحقونا امسكوا الحرامية. صلاح الحقني يا حبيبي انا دمي نشف. بس ولا كلمة، مش عاوز كلام. اطلع اطلع. الله اطلع بقول لك. اطلع احسن لك. ايوه شوف انت مستخبي فين واطلع. هو مين اللي يطلع ده؟ اسم الله عليكم. الله مش عارفه مين اللي بيلعب مصارعه وملاكمه، اللي بياكل 5 رجاله. ايه الحكاية دي يا حسين؟ انت بتدور على ايه؟ الله حسين. ايه؟ الله يعني مش شايف حاجه. شورتك اللي زي بعضها كويس كده. الله مين امال اللي كان بيتكلم معاكم؟ انا اللي كنت عاملة راجل علشان اخوف الحرامية. الله انتوا ما شفتهمش وانتوا طالعين على السلم؟ انت بتضحك على ايه؟ على خيبته. اصل احنا قلنا نعمل لكم مفاجأة انا وحسين ونجيلكم على غفلة، لكن ما كناش نفتكر انكم خوافين للدرجة دي. اخصى عليك يا صلاح. يا ساتر ده انتوا رعبتونا. الله لكن انت ما سافرتش ولا ايه؟ سافرت. ورجعت بدري ليه؟ رجعت بدري ليه؟ رجعت بدري ليه؟ علشان بعد القطر ما وصل بنها بقى يعني بعد ما وصل بنها ايه حصل له ايه؟ وقف في المحطة. يا سلام يا سلام على افكارك النيرة. ايه وبعدين يا صلاح؟ وبعدين قام من بنها وقف في بلاد فيها محطات وبلاد ما فيهاش محطات لغاية ما حصل بلد اسمها طنطا. عارفاها. وبعدين؟ في طنطا بقى افتكرتك، لقيت انك وحشتيني، صوبت عليا وانت قاعدة لوحدك. عيط، قلت لازم ارجع واخدها معايا اسكندرية. نزلت من القطر وركبت القطر اللي جاي من اسكندرية وديني جيت اهو. يعني هسافر معاك؟ طبعا، امال انا راجع ليه؟ يا حبيبي يا صلاح وامتى السفر؟ بكرة السفر بكرة. تسمح تسيبهم يناموا بقى وتتفضل معايا؟ رايحين على فين؟ هننام في الصالون عن اذنكم. تصبحوا على خير. وانتم من اهل الخير. يا سلام يا فوزية، ما كنتش اعرف ان صلاح بيحبني بالشكل ده. هو بيحبك وبس، ده مجنون بحبك، مجنون تمام. مش عايز المسدس يا سي صلاح؟ خلاص بقى اعمل بو ايه؟ تفرغ منه رصاصتين في دماغك اللي عايزه كسرها. ابح زي ما يعجبك، انا استاهل. شوية عليا الرصاص في دماغي. مش عارف يا اخي ايه الافكار البايخه دي اللي جت في دماغي. نام بقى بلاش دوشه. طيب انا هيجيلي نوم الليله دي. الله صلاح، ده ام كلثوم سهرانه النهارده. افتح لنا الراديو خلينا نسمعها. افتح. حاضر بس على شرط تقفل بقك وتخلينا نسمع على رواق. خلاص ادي احنا قفلناه يا سيدي. اتفضل اسمع ام كلثوم.